راجعه من الفرح يوم الخميس لازم وبكامل اناقتي وشياكتي ويطلبوا مني حاجه حلوه. طب اعمل ايه يا جدعان؟ ما انت معودانا ان كل خميس لازم حاجه حلوه. خلاص هو ما فيش غيره المنقذ ابن الحلال. تعالوا نشوف هعمل لهم ايه منجز وسريع. الحاجه الحلوه بتاعت الزمن الجميل بتاعنا المتربيين عليها وبتتباع بره غاليه، واحنا هنعملها انضف واحلى من بره بكتير، وهقول لكم على اسرارها. الرز بلبن ابو وش مكشكش يا جماعه، الكريم الجميل. شوفوا عملته ازاي. تعالي خدي اسراره واعرفي عملته ازاي وطلع معاكي بالمنظر ده ازاي بمقادير مظبوطه على الشعره. اول حاجه انا جبت كوبايه الا تلت رز كده من مج الشاي العادي، هغسلها كويس. ده للتر لبن يا جماعه، لتر حليب. يعني انا بحط كوبايه الا تلت رز كده للتر حليب. غسلته كويس جدا وهنزل بنص مقدار الحليب عليه، مش هنزل بالكيلو كله. هديله تقليبه كده وبعدين هسيبه لغايه لما يغلي، وبعدين هغطي عليه وهقفل النار واسيبه بقى لغايه لما يبرد. بقى اسيبه ساعه، اسيبه ساعه ونص، ساعتين، براحته. هترجعي تلاقي اللبن بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، متكتل كده كتل، ويعتبر واخد 60% سوا. تمام. هفتح النار بقى تاني وهنزل ببقيه كميه الحليب. انا حطيت حوالي لتر وربع يا جماعه، يعني كيلو وربع لبن زي ما بنقول بالمصري يعني. خلاص. وهبتدي اقلب بقى كده، هبتدي اقلب، واول ما يغلي معايا اغطي بقى النار واسيبه يهدى. هسيبه يستوي على نار هاديه، واغطي الحله كده نص تغطيه، مش تغطيه كامله عشان ما يفرش ويبهدل الدنيا. خلاص. بصوا بقى الحركه اللي انا عملتها في الاول دي بتخلي الرز يشرب من اللبن كويس جدا، ويبقى كله شارب لبن بدل ما بتسلقيه في ميه. يا جماعه احنا مش من انصار الناس اللي بتسلق الرز بلبن بميه. كانت ماما تقول لي لا، الرزايه لما تتسلق في لبن كده بتبقى كلها شاربه لبن. والنقعه دي في الميه في اللبن المغلي بتخليه يستوي، مش هياخد معاكي وقت. يا دوبك يا دوبك اخد ما اخدش معايا على النار ربع ساعه وبقى زي الملبن. خلاص. هنزل عليه بقى بكوبايه الا ربع سكر كده، او نص كوبايه على حسب الرغبه، او كوبايه، هو على حسب رغبه كل واحد. بياخد من نص كوبايه الكيلو لكوبايه سكر. انا حطيت كوبايه الا ربع، خير الامور الوسط. وقلبت بقى تقليبه حلوه. وتعالوا بقى شوفوا التركه بتاعتي الجميله اللي انا بضيفها. بحط معلقتين كريم شانتيه ومعلقه نشا، وبحط عليهم بقى حليب واقلب. وهنزل بيهم بقى بعد ما الرز خد السكر بتاعه واستوى، وانزل بقى بالكلام الجميل ده كله. ولو عندك حته قشطه انزلي بيها عادي، ما كانش عندي صراحه. وقلبي بقى وشوفي الجمال بقى، شوفي الجمال. الكريم شانتيه يا جماعه بيخليه بيروح في حته تانية، ده بديل الكريمه اللباني. وبرده كمان لما بيبقى عندي ايس كريم فانيليا، ببقى احط برده بودر ايس كريم الفانيليا برده مع الكريم شانتيه، بيبقى جميل جدا وطعمه بيبقى خرافه. نزلت بشويه فانيليا وهبتدي اقلب واسيبه بقى على نار هاديه خالص، وايدي فيه لغايه لما يديني القوام اللي انا عايزاه، القوام الكريمي الحلو اللي انا عايزاه. خلاص كده. بس اهو. مفيش يا جماعه 5 دقايق مجرد ما غلي وبكبك كده والنشا بتاعتي ابتدت تستوي بقى وتعمل الفقاقيع بتاعتها دي، قفلت عليه على طول وغرفته وهو طري كده. شايفه الجمال. هو اخد معايا لتر وربع حليب يا جماعه. انا بحب ازود، هو لتر كويس كفايه، لكن انا بحب ازود اللبن بتاعه شويه. غرفته في الاطباق الجاهزه دي الحلوه دي، وهسيبه يبرد بقى خالص. وبعدين هغطيه وعينه في التلاجة بقى ليله عشان تاكليه الوش، تاكلي منه الوش المكرمش. بس هم ما استنوش عليا ليله ولا حاجه، هم ما كانوش صابرين اصلا. الموضوع طول كام ساعه كده، فاديته لهم قبل ما يناموا بالف هنا وشفا على اللي اكلوا، وبالف هنا وشفا على اللي هيجربوا. جبته من التلاجة. لو استنيتي لتاني يوم هتلاقي الوش المكرمش الجميل بكل سهولة. ان انت تحطيه وتسيبيه يبرد وبعد كده تغطيه وتسيبيه في التلاجة ليلة، هيطلع معاكي روعة. اهو. ده والله يا جماعة في نفس اليوم، ما سبتوش تاني يوم خالص. بصوا عامل ازاي، كريمي وجوسي، تحفة والله يا جماعة. الطريقة بتاعتنا دي والمقدار ده طريقة أمي حبيبتي الله يرحمها ويغفر لها. كانت تعمل أحلى شوية رز بلبن في أي عقيقة أو في أي ولادة ليا أو للحبايب. كانوا الناس بيخطفوه خطف. بصوا الجمال ده كمان بعد ما سقع في التلاجة، زي ما هو نفس درجة الكريمية بتاعته. أنا ما بكترش نشا، معلقة نشا، وساعات ما بنحطش نشا كمان خالص، بس هي معلقة نشا واحدة بس تعقله كده. بس ادي المنظر اهو. في حاجات في بعض الاطباق ابتدت تعمل وش مكرمش كده، بس مش طبعا مش قوي لان ما لحقتش. اهي. بص انا بوريكم كذا طبق.
تحفة يا جماعة وجميل جدا. والتحلية الاقتصادية بتاعتنا الجميلة، التحلية اللي ما يختلفش عليها اتنين، تحلية الزمن الجميل اللي مهما الزمن يتطور ومهما نسافر وما يطلع اي تحلية مستحدثة لازم نرجع تاني للرز بلبن. الرز بلبن ده الفرحة كلها بتاعت الزمن الجميل صراحة. هرش بقى قرفه، انا بحب بالقرفه وفي بجوز وتحطي جوز هند او تحطي مكسرات او تحطي بقى زبيب، يعني زي ما انت عايزه، او تسيبيه ساده. وبالف هنا وشفا على قلوبكم، ويا رب تاكلوا وتتهنوا في خير وسعاده. لو عجبتكم الوصفه بقى ما تحرمنيش من كومنت حلو زي قلبكم، وقولوا لي بتعملوه بالطريقه بتاعتنا دي ولا لا. ويا ريت شير في الجروبات علشان الناس تستفاد بالوصفه. وتعملوا بقى حاجه حلوه للولاد، اعملوا لهم بقى دي وهم قاعدين بقى كده سهرانين معاكم في اخر الاسبوع بقى، ضروا على قلبهم وعلى قلبكم كده، وسهله وسريعه ومش بتاخد مجهود ولا تعب خالص. بصوا كريمي زي ما هو ازاي، بصوا المنظر تحفه. يلا بقى اترككم في رعايه الله، واقول لكم شير علشان الناس تستفاد بالوصفه، وما تنسوش تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم ويحفظ مصر وسائر البلدان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اغلى واحب اخوات ليا.